مشاهدينا الكرام، ويسعدنا من خلال هذه المتابعة لمطلب جماهيري من أهالي محافظة بورسعيد، وبالتحديد منطقة مساكن مبارك في محافظة بورسعيد، توجد هذه الحديقة. هي كانت حديقة تم إنشائها عام 1990، وجي في هذا التوقيت أو بعد ذلك بقليل وزير الشباب والرياضة في ذلك التوقيت الدكتور عبد المنعم عمارة، ووضع حجر الأساس لهذه الحديقة وفتحوها. النهاردة واحنا في نهاية عام 2013 زي ما حضراتكم شايفين الحديقة عاملة ازاي. احنا بنصورها من الخارج لأن هي مقفولة ومحدش بيخشها، لكن الحرايق موجودة فيها زي ما حضراتكم شايفين كده، والمكان مهجور تماما. هذا المسطح الأخضر الكبير أو اللي من الممكن ان هو يكون مسطح أخضر في يوم من الأيام مهجور تماما أمام منطقة سكنية كبيرة زي المنطقة دي في مدخل مدينة بورسعيد. بتتواجد هذه الصورة، وبيسعدنا مشاهدينا الكرام أن يكون معنا أحد المواطنين في هذا الموقع. السلام عليكم. صباح الخير يا حاج. صباح الخير الله يكرمك. تعرف بحضرتك؟ اهلا وسهلا. انا اسمي مصطفى محمود بدران. اهلا بحضرتك معانا يا استاذ محمود. ساكن هنا في المنطقه، هنا في الحي مبارك هنا في عماره واحد هنا. المشكله هنا ايه يا استاذ محمود؟ مشكله مفيش مشكله، الحقيقه الجنينه دي كانت جميله جدا ساعه ما عملوها. سايبين هنا ابن العماره وحطوا النخل ده زرعوه، لكن للاسف من بعدها ماشي ما فيش عنايه. عنايه ضعيفه جدا فيها. ودلوقتي شفنا ان هم اهتموا بيها وجم ولعوها. ازاي مش بيولعوها؟ ولعوها. نعم ولعوا فيها كل يوم، بيولعوا كل يوم جمعه يخنقونا احنا في السكن، وتيجي عليها الدخان ماشي بيحرقوها. بنشتكي بيدخل بوليس النجده وبنطلب الحي ماشي وبنطفوا النار وخلاص على كده. لكن انا عايز يجي المكان ده مكان جميل، حوالي 10 فدان تقريبا، طولها حوالي 500 متر، عرضها حوالي 100 متر وشويه عرضها، وعلى مناطقها مسجد جميل ما شاء الله، ومنطقه سكنيه وفيها ناس محترمين كلها ماشي. لكن للاسف احنا نعرف كويس قوي ان المحافظ اللي جالنا الجديد راجل نشيط وراجل ابن البلد وراجل يزعل من الكلام ده، لكن ما وصلوش. فانا نفسي الكلام ده يوصل للسيد المحافظ ويجي يراعي المكان ده، يشوف ايه محتاج ايه الجنينه دي. احنا مستعدين كسكان هنا نعمل مع اي حاجه، نقوم باي نشاط فيها، احنا نصلحها، احنا نساعد في زراعتها، ننظفها، نعمل اي حاجه. لكن ما بصش الاقي الحي جاي يجيب يولع فيها، ويقف العمال 5 6 7 عمال بدل ما يشيلوا الزباله اللي فيها ويشجروها ويزرعوها، لا بيولعوا فيها ويخنقونا احنا، بدل ما يدينا خضره نشمها ونبقى الصحه بيها. احنا بنعي منها والله. هو الحي هو اللي بيجي يولع هنا في الحي اللي بيجي يولع فيها. حي الضواحي هو يبعت موظفينه عشان ينظفوها او يشيلوا اللي فيها. للاسف بيجوا من غير معدات، بيجوا معاهم كبير بس ولعوها. انا مش شايف معاهم معدات ابدا ابدا. بيشدوا من مغزل الزباله من كل حته ويكوموها في مكان وولعهم. هتخش الجنينه وتشوف هتلاقي مكومه كوام ولا يكفي. طب ليه؟ مين اللي بيجيب الزباله هنا يا حاج؟ نعم، مين اللي بيجيب الزباله؟ لا، هي اصل الارض بتطلع المغزل الحشيش ده وبينشف زي هي النجيله الحشيش الناشف ده اللي احنا شايفينه ده. والزباله عامه اصلا ما ياكلوها حضرتك من يعني مش هقول لك من سنه 90. لا يا عم، يقول من 5 سنين فاتوا مفيش نظافه فاتت فيها ابدا. بيجي هنا ساعات شم النسيم، ناس محترمين تيجي عشان تخش تسكن في الجنينه، تقعد نص يوم فيها وتمشي. للاسف بتشوف مناظر يعني مش هم بيوسخوها، ده هم بيخافوا يخشوها الناس والله كويس. يعني احنا كسكان بنخاف منها، ولا فيها اضاءه ولا فيها زراعه ولا اي حاجه ابدا. مكان مهجور للاعمال الوحشه اللي مش عايز احكيها، فمش ربما تذاع في التلفزيون ولا بتاع ماشي، اعمال سيئه جدا يعني. هتقول كل حاجه اقول لك كل حاجه. حاج، والناحيه الامنيه هنا في هذا المكان ده مكان مهجور طبعا، ده كان امن زمان. اي حد عايز يعمل اي حاجه هنا يعملها. بقول لك جنبك دلوقتي بيحصل حاجات فيها وحشه ما يصحش احكيها، الكلام ده في البيوت ولا بتاع، فمش كلام فاضي هنا يعني ماشي. فمش ما بيقولوش الكلام ده ابدا. ليه؟ مش عارف انا ماشي. خاطر كان هنا في امن تمام، كان كل يوم هنا عساكر موجودين موجودين ورايحين حول المنطقه ماشي، ومنوره ومشجره. دلوقتي يا حاج ولا منوره ولا مشجره ولا في امن موجود فيها حواليها ماشي. لكن للاسف معروضه يعني مباح لاي حد يعمل اي حاجه فيها موجوده. ومساحه كبيره زي دي غير مستغله. لا، احنا في اشد الاحتياج لحديقه او جنينه متنفس اخضر. مفيش. مكان واسع ومكان جميل ماشي، وكراسي جوه اتعملت اهي ما شاء الله كويسه، يعني كويس عملوا كراسي ماشي. بس يعني يكملوا حياتهم كده. حرام
اشتكي مني كتير، بس دي قدام عيني انا شايفها. انا مساعد، انا والناس اللي في البلد اللي في المنطقه كلها دول كلهم يساعدوا معايا، ماشي نساعد في اي حاجه والله، نشجر ماشي، احنا مشجرين بره الشارع اهو، شجر اهو زي غيره بنفسنا احنا والله، الحي مش شجر هنا ابدا. طيب والتنظيف اللي موجود هنا في المنطقه حاج حوالين السور داير ما يدور بقى، احنا شايفين يمشي على الله الناس اللي الحي بدا يجي ينظف دلوقتي، بيكنس الشارع، بدا حي بيشتغل، الحي بدا يبقى عمال عندنا بيهم، ما كانش بيجوا من فتره طويله، الشهرين دول بيشتغلوا العمال فعلا صح بينظفوا، لكن جوه الجنينه دي انا ساكن فوق بشوف المنظر بستاء منه صراحه، حرام يعني حرام حرام، دي لو ارض انا اسيبها كده يبقى انا راجل مفتري. فالناس المسؤولين هنا تقول عليهم برضك ناس مفتريين، شايفين مال البلد ماشي كده ماشي غير مستغل، يدوها لاي حد يعملوها ملاهي، يعملوها اي حاجه. لا ولو جه اي حد ياخدها هتبقى شغلانه وهنخش في مشاكل. والله العظيم انا شخصيا مساعد اخش جوه واعمل اعمال خيريه فيها، بس اديني فرصه. ماشي يا ريت والله، والله اتمنى كان يوصل للمسؤولين والله. مشاهدينا الكرام، وما زلنا معكم نتابع شكاوي المواطنين من هذه المنطقة في حي الضواحي، منطقة عمارات مبارك، ومعنا بعض من السكان في هذه المنطقة. السلام عليكم، تعرف بحضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد مختار الزوبي، أحمد الزوبي، مدرب بقطاع الناشئين بالنادي المصري ومدير الشباب والرياضة. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا بك. تعرف بحضرتك؟ الحاج سيد الزلاط تاجر. أهلا بيك معانا حاج سيد. الله يبارك فيك. كابتن تقول لنا المشكلة هنا إيه بالظبط؟ والله الأرض دي بقى لها أكتر، البنية دي بقى لها أكتر من يوم ما اتبنت، بعد ما اتبنت بفترة كده بقت عبارة عن زي ما حضرتك شايف كده، عبارة عن خرابة كده، والمنطقة الحي كله غير مستفيد بيها، ومضطرين جدا باللي موجود والمنظر السيء اللي موجود فيها دوت. وطبعا احنا بنتمنى ان يتعمل اي حاجه لاولادنا، تتعمل جناين، تتعمل ملاعب، تتعمل حمام سباحه صغير كده لاولادنا يقدروا يستفادوا بيها، بدل ما هي موجوده بالمنظر السيء ده اللي بيضرنا. وطبعا حضرتك يمكن شايف كل فتره بتعمل فيها حرائق بالشكل كده، بيضرنا وبيضر صحه اولادنا، وبيضر اولادنا وبيضر صحتهم، وبنلاقي فيها ضفادع وسحالي وكلاب وحيوانات، ومنظر صعب جدا يعني. تلاقي تعابين كمان، وفيها تعابين برضه، فيها نسبه تعابين كبيره، فيها نسبه تعابين كبيره جدا. فطبعا الحي فيه مستويات ناس راقيه يعني جدا، فصعب جدا ان تبقى بالمنظر ده وهي غير مستفيدين بيها خالص بالمره. يعني حاجه مسيئه للمنظر العام حتى، ومسيئه للحياه للبني ادمين، يعني صعب جدا انك حتى تبص من البلكونه كده على المنظر بتاع الجنينه كده. فاحنا نتمنى ان يتعمل فيها اي تطوير، يعني حتى اولادنا بدل ما هم قاعدين بيلعبوا في الشوارع كده، ان يتعمل فيها حتى حديقه صغيره كده فيها جناين، فيها قاعده محترمه ينزل فيها اولياء الامور، وهي مجهزه زي ما انا شايفها يعني، في هي بس والله الاماكن والبرجولات كمان موجوده قدامها اهي. بص يا حضرتك، هي محتاجه هي محتاجه حاجه بسيطه جدا جدا جدا، حتى ممكن يتعمل من الحي هنا مجلس اداره والله، يعني هم حتى لو صعب ان هم يعملوا في حاجه يتعمل مجلس اداره ان هم يستفادوا من المكان ده. تمام. يمكن هذه المنطقة اتصرف عليها فلوس كتير، لو اتكلمنا من سنة 90 لغاية النهاردة هنلاقي مبالغ كتير اتصرفت على هذا المكان. دافعين مليون جنيه نقدا. اتفضل يا حاج. للمحافظة عشان الجنينة دي. شركة بورسعيد في مجري أبو بكر الصديق دافعين شيك بمليون جنيه عشان الحديقة دي. فاهمني؟ ونشأت الحديقة ماشي، لكن مش متابعة عليها. عايزة متابعة وعايزة حاجة تشتغل، يكون فيها جناينية وفيها مشرفين، في تشغيل جديد، في نظافة للمكان. فاهمني؟ مش إضاءة أبدا. إضاءة دي بتشوفها تخاف هنا بالليل. في العواميد كل حاجة بس ما فيش إضاءة. بتلم الناس الصيع والبلطجية طول الليل، وبيشربوا مخدرات وبيعملوا اللي هم عايزينه، لأن سايبه خالص كده وقذره جدا زي ما انت شايف كده. فنرجو يعني من حكومتنا المفضله انها تهتم، وهتكون حاجه بسيطه جدا فيها لو قدروا ينظفوها. الحي ممكن يقوم بالعمليه دي. حاج لو قلنا قطعه الارض دي تساوي كام؟ لا دي تساوي ملايين. ملايين الملايين، ومتسابه كده وهي متصوره ومصروف عليها، وفيها البرجلات وفيها كل حاجه عليها، وفيها مشايات كمان معموله بالبلاط ومتبلطه كلها، وبعدين والسور كمان معمول بالطوب الفرعوني. بدايه عملها والحديد. كان في الشباب الدولي هو اللي زرعها. لسه جديده والله. الشباب الدولي هو اللي زرعها. توجيه للساده بتوع الحي يهتموا بيها، يعملوا فريق ليه، عايز فريق، مش عايز جناين واحد ولا اثنين. ده 10 فدان يا باشا، 10 فدان مش نص فدان، دي هنا كبير، عاوزه فريق جناينيه فيها.
اقل حاجه من كل طرف فيه 20 واحد هنا و20 واحد هنا يشتغلوا فيها فعلا، يكون عندهم كفاءه لان يزرعوا المكان ده يزرعوه. حضرتك دي ممكن تدخل والله الدوله ملايين والله، ممكن تدخل. حضرتك لو جيت هنا يوم الجمعه هتصور هتلاقي هم البنجلاديش اللي ساكنين هنا بينزلوا بيلعبوا لعبه بتاعتهم كده بتاعت بلدهم، كروكي ولا مش عارف ايه، بيلعبوا لعبه في الملعب هنا كروكي، بيلعبوا يلعبوها هنا في الملعب بالرغم من سوء الملعب ده، ويقعدوا يفتشوا على الكوره في الارض. يعني حضرتك لو جيت يوم الجمعه هتلاقي هنا كم لا يمكن تتخيله من بنجلاديش في الملعب في الجنينه دي، بالرغم ان هي سيئه كده وبيقعدوا يلعبوا فيه. يعني بالرغم من كده دي ممكن تدخل دخل الدوله جامد. يعني انت حضرتك يمكن تشوف الملاعب، انا شايف ان القوات المسلحه اكتر حاجه ممكن تاخد المكان ده تجدده. انت حضرتك لو شفت الملاعب القوات المسلحه، الملاعب اللي عاملاها عطياها لشباب مستثمراها مأجره منها الملاعب اللي هي بتاعت كره القدم. احنا بنأجر الساعه في الملعب هناك ب 100 جنيه. الساعه بتأجر في 100 جنيه. يمكن حضرتك تشوف الملاعب اللي معموله القوات المسلحه اللي كان اخدها كابتن حسام معمول منها جون هو وكابتن ريشه، كانوا بيأجروا منهم ملاعب الكوره اللي موجوده جوه. واحنا في حاجه الى مسطح اخضر في وسط مدينه بورسعيد، دي يعني كده بقت في وسط بورسعيد يعني مدخل البلد. مدخل البلد يعني قدام السوبر جيت وقدام الاتوبيس والناس اللي مسافره وجايه ورايحه، لازم يكون منظر جميل حلو. كان مبارك يطلعوا بالظبط كده يعني حدائق ثانيه جنينه رجال او غيرها عشان يقعدوا في جنينه ثانيه وقدامهم الجنينه، بس دي مش جنينه، بينزلوا من بيوتهم اي من عطلات يقعدوا في جناين ثانيه والله فعلا والله. كان على الشارع على البحر ماشي. انا ابني بينزل يحجز عشان يلعب كوره، بيروح يحجز فلوس. يعني قدامه تحت بيته كده بالظبط ملعب اهو، ممكن يتعمل هنا 5 6 ملاعب واتقفل بينهم بسلك بتاع الارض. الحديقه دي لسه متجدد ده، يعني الصور اللي بره ده لسه متجدد. باين عليه ان هو لسه متجدد فعلا. طيب هم بيجددوا ليه؟ يعني ده بيتجدد ليه؟ يعني ده بيتجدد عشان ومغطي المساحه كلها يعني زي ما يدور. كله بيتجدد ليه؟ انا عايز اعرف بيتجدد ليه؟ الكراسي اللي موجوده حضرتك جوه دي لسه متجدده ما فيش 3 شهور ولا 4. بص باين ان هي لسه متجدده بقى 3 شهور. طب دي متجدده لمين؟ ما هو مجددينها للحيوانات، يعني مجددين الكراسي. مفيش حد بيخش طبعا المكان ده والناس كلها بتخاف تخش. حاجه ثانيه كمان النهارده بيطلعوا هنا جوه هنا بتلاقي والله سرنجات وحقن وبتلاقي بنات بتوع المؤاخذه الاحياء واللي هم بتوع الاستثمار والولاد، واحد اخد واحده قاعد فيها مش عارف في حته. انا بص الاقي ابني نازل بيقول لي ده في كذا 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 في الجنينه جوه. منظر يعني منظر مش كويسه. الحيش الناشف ده بيستظلوا الناس اللي بيخونوا نفسهم فيه. يعني واحد مع بنت وواحد بيحصل والله بيحصل جوه حيش جوه والله احنا بنشوفه من فوق بيحصل. مناظر مش ظريفه يعني. نتمنى من ربنا بس ان هم يعني يبصوا لنا بصه كده نظره للحي كده بس صغيره كده. الحي كبير ما هو صغير بالنسبه للحي، وهيستفاد منها اماكن كتيره هنا. يمكن حي النور كمان جنبنا اهو، احنا جنبنا كمان مساكن النور وفي مساكن اتبنت جديد كمان اهي، فالمساحه كبيره ممكن ناس كتير تستفاد من المجنون دي. معلوماتنا عندنا سيد المحافظ ما شاء الله عليه ابن بلد ونشيط ومش هيرضى بالكلام ده والله. والله هم الناس اللي حواليه لو قالوا له الكلام ده ما هيرضى بيه ابدا، وهيعمل فيه شغل من الصبح. لكن احنا بس يا ريت يوصل لنا صوت ما يوصل لسيد المحافظ ان شاء الله. احنا من خلال برنامجنا اول النهار ومن خلال هذه الفقره في برنامجنا ان شاء الله يكون في استجابه باذن الله من السيد الوزير المحافظ بورسعيد، ويتم حل هذه المشكله وتطوير هذا المكان لكي يكون مكان صديق للبيئه ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل باذن الله. ونشكر حضراتكم، متشكرين جدا يا فندم. شكرا.